بدأت مع الأستاذ خالد البندي، والد محمد البندي بتاع ذا فويس، ده مطرب في ذا فويس. ما شاء الله. وقديم من اللي هم الدفعة الأولى. ما شاء الله. وهي كانت بتتدرب معاهم بيانو وغناء، وبعد كده اشتغلت مسرح، وما زالت عاملة حاجات وطنية وعاملة حاجات أطفال. ما شاء الله. عاملة أغنية حلوة قوي اسمها أنا بنت مصر، دي أغنية كبيرة عاملها الأستاذ خالد البندي. ما شاء الله. فيها كورال وفيها مزيكا حية الله. وفيها شغل كبير قوي، بس احنا مستنيين عليها شوية إن شاء الله نطلع من العيد. ان شاء الله. في أغنية تانية معمولة اسمها أنا بلدي مصر تعظيم سلام لشعبها، دي برضو معمولة ونزلت، بس يعني مش زي يعني بنت مصر دي ناس محترفة أكتر عاملاها. ما شاء الله. وطبعا اتكرمت. ايه التكريمات بقى اللي هي خدتها؟ انت قلت لي تكريمات. هي اتكرمت في وزارة الشباب والرياضة. عرض عرض 3 أيام على مسرح وزارة الشباب والرياضة في عرض حلمي. ما شاء الله. واتكرمت. كانت كمان قبليها بكام شهر عملوا مسرحية اسمها عايز ولد، على أصل ثقافة شيرين الكومي وعلى أصل ثقافة السادات. هي كل شغلها أغلبيته كان على أصول الثقافة ومسارح الدولة. ما شاء الله. مثقفة من صغرك بقى. اتكرمت من فرقتها، واتكرمت من قصر ثقافة عين حلوان، واتكرمت من وزارة الشباب والرياضة، واتكرمت كمان في قصر ثقافة شيرين الكوم. هي تقريبا يعني هي بقالها سنتين شغالة مسرح. ما هي بتقول لي. وقبل كده كانت غنى، فاحنا وقفنا شويه غنى واشتغلنا مسرح، والفتره اللي جايه هنوقف مسرح ونكمل غنى، يعني علشان ما تتشتتش بسبب الدراسه. ان شاء الله باذن الله تبقى احسن واحده في الدنيا. هي شاطره في المدرسه؟ الحمد لله. هي يعني انا رابط لها نتيجه الدراسه بتاعتها بانها تكمل، فهي ما بتدينيش فرصه ان انا اوقف لها بصراحه. ما شاء الله. طب الحمد لله. قولي لي بقى بما ان بابا موجود، قرب شويه عشان الكات. اتفضل. بما ان بابا موجود، ايه اكتر مصيبه بتعمليها في البيت؟ انت هاديه بس اكيد بتعملي مصايب، شكلك كده بتقولي عملتي كتير. بتعمليها في البيت وماما وبابا يعني انفعلوا بسبب المصيبه دي. ايه اكتر مصيبه؟ بخرب كتير. ايه هي بقى؟ كسر كوبايات وكسر برضه كوبايات ايه؟ كل البنات بتكسر كوبايات، بس انت اكيد بتجيبي غيرها في عيد الام بقى. ايوه. انت تكسري من هنا، بابا يشتري من هنا. ايه تاني طيب؟ ساعات بابا يقول؟ عشان انا مش فاكره. والله احنا كتبنا لها اغنيه اسمها بنوته شقيه. الاغنيه ديت اللي اتعرضت في المسرحيه بتاعت ورا كل باب حكايه. الاغنيه دي مش كامله، يعني هي نزل منها جزء. الجزء التاني بقى بيقول ايه؟ اسم انا ايه بس حكايه مش عارف ايه، مش بنوته شقيه انا ابدا. غنيها كده الاغنيه دي فيها شخصيه هي مكتوبه شخصيتها. يلا غنيها قبل اسم انا ايه بس حكايه عمري ما احب انام للدور بابا. مش فاكره بصراحه يعني انت تبعتها لنا عشان نحطها في الفيديو. هي اغنيه بتتكلم عن شخصيه ايه نفسها، هي مكتوبه ايه. اغلبيه الاغاني اللي حتى ايه بتغنيها حتى الوطني مكتوب بيها. ما شاء الله. فاهم قصدي؟ اغنيه بنوته الشقيه ديت هي بتتكلم عن شخصيه البنت. هي اغنيه اطفال بتعرف نفسها، بس بتتكلم على جيلها. لا هي شطوره، وانا يعني ان شاء الله باذن الله يعني متفائله بحضورها النهارده، ومتاكده ان شاء الله حد هيشوفك ويكتشفك، لان انت عندك موهبه وعايزه تطلعيها، وعندك حاجات كتير جواكي وانت نفسك تطلع طبعا. طيب انت يعني بتشوفي مين من الممثلين اللي هو انا ده شبهي، يعني الممثل ده شبهي انا اللي هو انت يعني؟ ياسمين عبد العزيز. كل البنات بتحب ياسمين. مين تاني طيب؟ بس كده؟ انت قمر اصلا، انت الله اكبر عليكي، ربنا يحفظك يا رب ويخليها لك، وتشوفها احسن واحده في الدنيا. اللهم امتى كده شويه وتشوفها احسن واحده في الدنيا. وانا مش عارفه البرنامج يعني بصراحه بيخلص بسرعه. احنا سعداء جدا ان احنا مع حضرتك النهارده، ويعني احنا مبسوطين، وبعتذر على التاخير. لا ولا يهمك. في رمضان كل سنه وحضرتك طيبه، فهو بس الموضوع يعني رمضان. ولا يهمك. بس ان شاء الله يعني احنا متفائلين خير بوجودنا مع حضرتك النهارده، وجريده الراي العام المصري. يعني بنشكركم طبعا لان انتم سلطتوا الضوء على المواهب الصغيره. هم يستاهلوا ده. الله يخليك. وبنشكركم تاني على ان انتم تقريبا يعني انا ملاحظ ان مش كتير صحفيين بيبصوا للمواهب الصغيره. النهارده الصحفيين بيبصوا الممثل الفلاني راح عمل ايه، الممثل التركاني
ده قلع نضارته عشان كده انا قلت عن لابس حاجه الكاب. مختلفه. لا انت فعلا بتعملي حاجه صح، وبعدين انت جايبه اطفال هم فعلا اشتغلوا بالظبط. في ممكن انا لاحظت عندهم كده. موهبة. انا لاحظت ان حضرتك مش جايبه حد وخلاص، انت جايبه ناس فعلا هي اشتغلت، يتكرموا في الاماكن اللي عرضوا عليها او صح. اشتغلوا عليها، لا يستاهلوا. فانا بحيي حضرتك وبشكرك الله جدا. يخليك. البرنامج أستاذة اسمه بيلا واولادها. بيلا واولادها. بيلا واولادها. أهلاً، ده شرف لينا يا فندم الله ان احنا يخليك. نكون في البرنامج مع قولي لهم حضرتك. طيب انتظروني في برنامجكم بيلا واولادها. انتظروني برنامجكم بيلا وأولادها. انتظرونا في برنامج بيلا واولادها، ورمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله. اللهم امين. وبرضه ان شاء الله باذن الله ممكن نعمل يوم في العيد ان شاء الله تيجي برضه، هنعمل حفله صغيره كده ممكن في الجريده وممكن خارج الجريده مع كل الولاد اللي عملنا معاهم البرنامج ده، وان شاء الله عشان نفرح يعني في العيد وكده. كل سنه وانتم طيبين. احنا سعداء جدا وحضرتك بالصحه والسلامه، ومبسوطين جدا احنا كنا مع حضرتك. والله انا اكتر. ربنا عايز تقولي حاجه؟ انت عسل اصلا. هنحط لها برضه فيديو بتغني فيه في الفيديو بتاعها ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين وباي باي.